وقت يصير تطبيق الجدول العقوبات تو ما عادش الناس تعاود، اما وقت يصير تاجيل وزاد وقت اللي يدخلوا أشخاص من خارج ميدان الرياضة باعتبار أنهم عندهم صفة اعتبارية سواء في برلمان وإلا في هياكل أخرى يدخلوا في الرياضة ويحبوا يسلطوا ضغط على الهياكل الرياضية لقرارات معينة. الحقيقة هنا باش نمشيو نزيدوا للتعميق المشاكل مش نحلوها. ده التدخل إيجابي ولا سلبي تشوف؟ أنا أعتقد أنه لا دخل لهم بتاتا في المسألة هذه، أنهم هم عندهم في كل أسئلة تطرح لوزير الرياضة يستدعوا وزير الرياضة للبرلمان ويسألوه الأسئلة اللي يحبوا عليها. هم أحرار ما هم إلا ممثلي الشعب، ولكن أنهم هم يحاولوا يأثروا على قرارات اللجان كرة القدم هذا لا تسمح به الفيفا أولا، وثانيا هذا راهي طريقة غير معقولة لتحويل وجهة النتائج الرياضية ولتجنيج بتتر زاد الأجواء أكثر من ما هي. طبعا هذا الناس محمول عليهم أنهم يكونوا نواب الشعب، كل الشعب، خاصة نحكيو على السلم الاجتماعي وكذا. هذم ناس ممثلين لكل الشعب وليس لفئة من الشعب، لازم يحترموا المسؤولية اللي هم فيها. يشد روحكم مليح. هذا وجماعة الاسبيرانس وجماعة كذا ومحبي الاسبيرانس والمتفانين في الاسبيرانس، هذوما الخطر هذاك ان شاء الله قبل لا تنتهي السنة، بمعنى نوحدوا جهودنا ونفضوا المشكل هذا. لكن اللاعبين تاع الاسبيرانس اللي ما صدرش منهم شيء كبير، بمعنى نزولا عند رغبة الهادي نويرة، قررنا أن نرفع عنهم العقاب اللي تقرر أثر الحوادث اللي وقعت قبيل وصولي، نرفع عليهم حل الاسبيرانس في القرار هذا بتاع حل الجمعية، وكذلك نرفع قرار الحل اللي تسلط كذلك على جمعية منزل بورقيبة. هذوما الاثنين ان شاء الله الملاعبية والمغرومين باللعب واصدقاء واحباء الترجي وجمعية منزل بورقيبة يفهموا معنى العمل هذايا، الرحمة والرأفة اللي أظهرناها اليوم، ويفهموا وأن يلزمهم يكونوا منسجمين مع الروح الرياضية اللي هي مبنية على الصدق والإخلاص وقبول النتائج مهما كانت، ويفهموا